أحمد رمزي من لعنة البلوجر لبطولة التلفزيون، رفض حب جهاد الشماشرجي عشان طار عماد، وتجاهل ويجز عشان خاطر الشرنوبي، ساقط تمثيل وتجارة، كسر قواعد النقابة ومخرجة كبيرة رهنت عليه. حكاية أحمد رمزي كوميديان السيدة زينب وسر علاقته بالفنانين في وقت أغلب البلوجرز واليوتيوبرز بيواجهوا أخطر الاتهامات بسبب محتواهم الهابط، وفي وقت نقابة المهن التمثيلية بقيادة أشرف زكي قافلة الباب وقالت ممنوع أي تيك توكر أو بلوجر يمثل من غير مؤهل. فجأة لقينا اسم مختلف بيطلع من نفس الجيل ومن نفس الساحة لكن بمحتوى مختلف، وهو البلوجر أحمد رمزي اللي اتفتحت له طاقة القدر وهيبقى نجم تلفزيون قريب. وأكيد رمزي كوميديان موهوب لكنه لسه مش ممثل بارع، وبالرغم من ده المخرجة ساندرا نشأت قررت تراهن عليه وتخرج له بأول بطولة ليه في مسلسل اسمه فخر الدلتا. والسؤال هنا إيه اللي خلى رمزي استثنى وفين موقف النقابة؟ رمزي معروف عنه إنه شاب من أسرة بسيطة من السيدة زينب مواليد 97، لحد قريب كان بيتريق على نفسه إنه ساقط تجارة، وإنه حتى لما قدم في معهد التمثيل برضه سقط ولسه لحد دلوقتي ما اتخرجش، لكنه حاول يطور من نفسه في التمثيل وكمان الإخراج، وأخرج 20 حلقة من برنامج الدحيح وكتب شوية سكتشات، ودي كانت أول تجربة رسمية ليه. ومع الوقت بدأ يعمل فيديوهات على السوشيال ميديا تجيب ملايين المشاهدات، منها فيديوهات بإسدال الصلاة بتاع والدته، واتشهر بسبب فيديو ساخر عن لقاءات الفنانين مع منى الشاذلي اتفرج عليه ملايين الناس، ومن هنا بدأ يبقى ليه جمهور ثابت ومتابعين كتير على انستجرام وفيسبوك. والميزة في رمزي إنه ملوش علاقة بالمشاهير البلوجرز المتورطين في قضايا مشبوهة الفترة دي زي أم مكة ومساجدة وغيرهم من البلوجرز اللي أثاروا الجدل الفترة دي، لكن رمزي له علاقة كويسة بالدحيح وإسلام فوزي وبعض مشاهير اليوتيوب أصحاب المحتوى الهادي اللي مش عامل مشاكل. وللأسباب دي رمزي قدر يقرب من فنانين شباب زي ويجز وأحمد الفيشاوي وطارق عماد وجيهان الشماشرجي والشرنوبي وهشام ماجد وسلمى أبو ضيف، وبقوا يشاركوا معاه في مقاطع فيديو دمها خفيف، منها فيديو جاب أكتر من 7 مليون مشاهدة واللي فيه بيرفض حب جيهان الشماشرجي، ومقطع تاني بيحاول ينقذ فيه طارق عماد على البحر، ومقاطع تانية مع الشرنوبي وويجز وتفاعل معاها الناس بشكل إيجابي. والسؤال اللي شغل الناس إزاي قدر يقنع الفنانين بالظهور معاه، والإجابة بسيطة وهي إن رمزي مش محتاج مجهود كبير في إقناع الفنانين بمشاركته في فيديوهاته الكوميدية، لأن رمزي له جمهور بيتابعه، وأي فنان دلوقتي يحب يركب الترند مع صناع المحتوى على السوشيال ميديا. وكنا شفنا طبعا اهتمام هنا الزاهد وأحمد حاتم بتقليد سوزي والظهور معاها، وكمان شفنا أحمد مالك وهدى المفتي وأسماء جلال وهم بيقلدوا كروان مشاكل، ولكن أحمد رمزي عنده موهبة ومحتوى كوميدي بعيد عن الإسفاف. والسبب التاني في تشجيع أحمد رمزي مش موهبته ولا ركوب الترند، ولكن هو تشجيع معتمد لنموذج مختلف عن فئة البلوجرز اللي بتواجهها الدولة، وده اللي خلى نقيب الممثلين أشرف زكي يدافع عنه وقال هو دارس تمثيل ومحترم وما بيقدمش إسفاف. يعني من الآخر الإعلام بيقول إحنا مش ضد البلوجرز ولا اليوتيوب، ولكن بشرط تبقوا زي أحمد رمزي مش زي علاء الساحر وياسمين المتحول. وفي ناس تانية شايفة إن ظهور أحمد رمزي كبطل لمسلسل مرة واحدة هي مجرد خدعة بيستخدمها المنتجين بغرض التسويق، يعني ظاهرة لفترة محدودة، وده زي فنانين كتير كانوا مؤثرين في أداء أدوار صغيرة أو حتى مجالات تانية غير التمثيل وظهروا في أدوار بطولة مرة واحدة وبعدها اختفوا. ولكن الميزة عند أحمد رمزي هي مساندة الجمهور ليه، فرحتهم بنجاحه ومراهنتهم عليه، وإن فعلا أي عمل هيشارك فيه هيكون له مشاهدات ورواج كبير. يا ترى أحمد رمزي هيبقى نجم الشاشة الجاي ولا هيفضل مجرد ظاهرة سوشيال ميديا؟